أهلا ومرحبا بالجميع. النهاردة هنتكلم عن موضوع ساخن جدا في سوق الانتقالات، وهو تحركات نادي الهلال السعودي. التحركات المكثفة دي عشان يحسموا صفقة المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين. أهلا بيكي. الموضوع ده فعلا شاغل ناس كتير. المصادر بتاعتنا بتقول بناء على تقارير صحفية وأبرزها كلام الصحفي رودي جاليتي إن في سعي حسيس من الهلال، وهنحاول نفهم أكتر تفاصيل الخطوة دي وأهميتها وتوقيتها كمان. بالظبط، التوقيت ده بالذات مهم. الكلام كله إنهم عايزين يخلصوا الصفقة دي بسرعة قبل كأس العالم للأندية. منطقي جدا، قبل البطولة اللي في يونيو. تمام، عايزين اللاعب يوصل وينسجم قبل ما المنافسة الكبيرة تبدأ. طيب وليه أوسيمين تحديدا؟ اللاعب جاي من موسم خلينا نقول استثنائي مع جلاتا سراي في تركيا، صح؟ أكيد، عامل موسم ممتاز، ثنائية الدوري والكأس، وكمان هداف الدوري التركي ب25 هدف. دي أرقام تخلي أي نادي كبير يفكر فيه يدفعوا جامد. التقرير بيقول إنهم ناويين يدفعوا الشرط الجزائي بتاعه مع نابولي اللي هو 75 مليون يورو. 75 مليون يورو، ده رقم كبير فعلا، مبلغ مش قليل أبدا. وهو ده ممكن يكون بس البداية. الأهم كمان هو العرض اللي رايح للاعب نفسه. سمعت عن الموضوع ده. بيتكلموا عن عقد 3 سنين، قيمته الإجمالية أكتر من 120 مليون يورو. يا خبر، 120 مليون يورو، ده مبلغ ضخم جدا. ضخم جدا. الأرقام دي بتحط الصفقة دي في مستوى تاني خالص على مستوى العالم، وتعكس طبعا قدرة مالية ورغبة غير عادية من الهلال. طيب، هل الاستثمار الخرافي ده كله بس عشان كأس العالم للأندية، ولا في أهداف تانية أبعد؟ شوفي، كأس العالم للأندية هو السبب المباشر والأوضح أكيد، خصوصاً إنك هتلعبي ضد فرق زي ريال مدريد بطل أوروبا، صعب طبعاً. لكن الموضوع ليه بعد أعمق من كده. زي إيه مثلاً؟ الصفقة دي لو تمت، دي رسالة قوية جدا من الهلال، رسالة عن طموحات النادي ومكانته، مش بس في آسيا، لأ عالمياً. استثمار في اسم النادي كمان؟ تماماً، استثمار في العلامة التجارية وفي قدرة النادي إنه يجذب نجوم كبار في المستقبل. نقطة مهمة فعلاً. بس نرجع لعامل الوقت اللي بيضغط ده. البطولة خلاص قربت، هتبدأ في يونيو، والهلال عنده ماتشات صعبة. أول ماتش مع ريال مدريد يوم 18 يونيو، وبعدين ريد بول سالزبورغ يوم 23، وباتشوكا المكسيكي يوم 27. هل منطقي إن لاعب بحجم أوسيمين يجي ويندمج بالسرعة دي ويكون مؤثر على طول؟ ده تحدي كبير. هو ده التحدي الأكبر فعلا، وعشان كده هم مستعجلين وعايزين يخلصوا الموضوع بدري على قد ما يقدروا. كل يوم بيفرق في التأقلم والانسجام بين اللاعب والجهاز الفني والفريق. مش عايزينه مجرد اسم لا طبعا، عايزينه يكون فعال ومؤثر في الماتشات الكبيرة دي فورا. ومن الناحية الاستراتيجية، إنك تخطفي لاعب زي أوسيمين اللي أندية أوروبية كبيرة عايزاه، ده في حد ذاته تأكيد إن الهلال قادر ينافس في أعلى مستوى، مش بس في الملعب، لا، وفي سوق اللعيبة كمان. يبقى الخلاصة كده، الهلال بيتحرك بقوة وبسرعة ومستعد يصرف مبالغ ضخمة جدا، والهدف مزدوج: تقوية الفريق لمونديال الأندية، وكمان تأكيد مكانة النادي كقوة عالمية بتجذب النجوم. بالظبط كده. وده يودينا لنقطة أخيرة ممكن نفكر فيها سوا. اتفضل. لو الهلال نجح فعلا وخطف لاعب بحجم أوسيمين من قدام الأندية الأوروبية الكبيرة، ده ممكن يقول لنا إيه عن خريطة القوة اللي جاية في كرة القدم العالمية؟ هل إحنا بنشوف بداية تحول حقيقي في موازين القوة المالية والجذب بين القارات؟ سؤال مهم جدا ومفتوح للمستقبل، يخلينا نتابع ونشوف إيه اللي هيحصل.